بيتاس: ثمن البوطة الحقيقي 140 درهما، والحكومة تدعم القدرة الشرائية. قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين تم من خلال إجراءات أصبحت معروفة، أبرزها رفع ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليارا عبر اعتمادات جديدة قد تصل إلى 38 مليار درهم عند نهاية السنة الجارية 2022، معتبرا أنه رقم كبير جدا. وزاد قطاع النقل الطرقي دعمته الحكومة ب 3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن نكمل السنة ب 5 مليارات درهم. بيتاس أعطى مثالا على دعم الدولة أيضا بغاز البوتان، قائلا أن الثمن الحقيقي لام البوطة هو 140 درهما، لكن الدولة ما زالت مستمرة في دعمها، إلى جانب مواد أخرى، انطلاقا من خيارات بلادنا منذ 30 سنة، مسجلا أن باب الحوار مفتوح أمام نقاش حول المواد المدعمة من غيرها، لكن لا بد من استحضار الكلفة المالية المتوقعة والتأثير المادي على ميزانيات سياسات قطاعية أخرى، مثل تعميم التغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية والاستثمار. هذه كلها إجراءات ومؤشرات على مجهودات الحكومة التي يمكنها عبرها التدخل ودعم المواد الأساسية بعقلانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التضامن المجتمعي المنصوص عليه دستوريا. يورد بيتاس مؤكدا أن تعميم التغطية الصحية الشاملة على مستفيدي نظام راميد سابقا والتعويضات العائلية في 2023 إجراءات ستساهم في تخفيف ميزانية